السلام عليكم شباب، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تكنو هانتر زي كي. معاكم احمد حمدي. في الحلقه دي هنتكلم سوا عن ازاي تقدر تقلل استهلاك تليفونك للانترنت، سواء انت باقة تليفون او واي فاي. الموضوع كله هيتوفر في 5 خطوات عشان اسهل عليك الدنيا، فركز معايا كده في الشرح. وعايزك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، لان 94% او اكتر من المشاهدين للقناه مش مشتركين، ودي حاجه محبطانا جدا. زعل جدا جدا، انا زعلان انا والراجل اللي بيصور معايا. مبدئيا كده اول حاجه هنركز عليها هي السوشيال ميديا حبيبتنا، الفيسبوك والانستجرام والتيك توك وكل المواقع اللي احنا بنقضي عليها وقتنا، وهي مواقع الفيديوهات القصيره. وهي حرفيا اكتر حاجه بتسحب انترنت بشكل مهول لو ما شغلناش الميزات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. لان انت فعليا ممكن تبقى قاعد ساعتين مثلا على التيك توك او على اي منصه، تلاقي نفسك بتتفرج على الساعتين دول على جوده فول اتش دي، وانت مش حاسس ومش قادر تقلل الجوده، او ما عندكش علم ازاي بتتقلل اصلا، فبيسحب من الباقه عندك بشكل صعب جدا. ازاي هنحل الموضوع ده؟ ركز معايا في الشرح. هنمسكهم تطبيق وهنبدا باول حاجه بالفيسبوك. هتفتح الحساب بتاعك عادي، وبعد كده تخش على الثلاث شرط اللي فوق على الشمال، وبعد كده تنزل اعدادات. هتلاقي حاجه عندك اسمها توفير بيانات الاتصال، تخش عليها وتشغلها، وان هي تشتغل معاك على الواي فاي والباقه الانترنت، يعني التليفون والواي فاي في نفس الوقت، عشان برضو انت بتستخدم واي فاي مبقاش مشغل معاك جوده عاليه ويخلص الباقه وتخش في نفس الموال. وفي حاجه تانية هتلاقيها برضو في الاعدادات عندك، هتشوف الخطوات قدامك على الشاشه برضو دلوقتي، هتقفلها برضو، وهي ميزه تشغيل الفيديوهات التلقائيه. لان الميزه دي بتعتمد على انها ان انت اول ما بتفتح الفيسبوك هو يبتدي يحمل كل الفيديوهات الموجوده في التايم لاين، بس مش كلها، بيحمل من كل فيديو اول كام ثانيه عشان يوفر لك ميزه ان الفيديوهات تشتغل بشكل تلقائي من غير ما تستنى ان هي تحمل. فده طبعا بيجي على حساب باقتك وجهازك كمساحه. والتطبيق اللي بعد كده هو الانستجرام، وهنعمل فيه نفس اللي عملناه في فيسبوك. وهتشوف دلوقتي الخطوات برضه على الشاشه، هتخش على الاعدادات وبعد كده هتشغل ميزه توفير البيانات. ونفس اللي هيحصل هنا هيحصل في التيك توك، بس في التيك توك مش هتلاقي حاجه طبعا اسمها الغاء ميزه تشغيل فيديوهات تلقائيه، لانك كده كده انت بتقلب عشان تشوف فيديوهات، مفيش حاجه ثانيه اصلا. فهتشغل نفس الميزه على التيك توك بحيث ان هو يوفر لك برضه في جوده الفيديوهات، وهتبقى الفيديوهات جودتها كويسه، قادر انك تشوفها كويس جدا، بس برضه ما تبقاش صاحبه بالزياده عشان باقتك وتكمل معاك اخر الشهر وكده. والخطوه اللي بعد كده نخش بقى على حبيبنا وصديقنا الصدوق اللي بنقعد عليه طول اليوم، هو الواتساب. الواتساب فيه ميزه حلوه جدا ممكن تشغلها برضه، هتوفر معاك استهلاك التليفون كباقه انترنت وكمساحه للجهاز. وهي ميزه انك، او مش ميزه، هي انك تقفل خيار اصلا انه يحمل الفيديوهات والصور عندك بشكل تلقائي. لما تيجي تفتح عندك المعرض عشان تبعت صوره لاي حد، ومفاجاه تلاقي عندك كميه صور وفيديوهات جايه لك من جروبات انت اصلا ممكن تكون ما تعرفش انك فيها اساسا. فهتخش على الاعدادات، وبعد كده تخش على اداره التخزين، وهتخش على التحميل التلقائي سواء للصور او الفيديوهات او المستندات. هتقفلهم كلهم على البيانات الخلويه اللي هي الباقه بتاعه التليفون وعلى الواي فاي. هتلغي التحديد من كل الحاجات اللي قدامك، او هتلغي ان هو يحمل اي حاجه من الحاجات دي بدون اذنك، بحيث ان انت لو حد بعت لك اي صوره او اي صوره انت عايز تشوفها هتحملها هي بس عشان تشوفها، مش اي حد يبعت اي حاجه في اي حته ما دام انت موجود تنزل لك على الجهاز. ده غلط خالص. ونخش بقى على التطبيق اللي بعد كده، وهو حبيبنا وصديقنا الصدوق يوتيوب. وهو فيه برضو طريقتين المره دي. انت لما تيجي تقلب في الشورتس على اليوتيوب اللي لسه نازله جديد، هتلاقي ان الجوده كويسه، وده بيعتمد بشكل كبير والناس ما تعرفوش على جوده الفيديوهات اللي بتتفرج على اليوتيوب. يعني انت لو شغلت اي فيديو على اليوتيوب ودخلت رفعت الجوده مثلا ل 1080 وقفلته، وبعد كده رحت تتفرج على شورتس، كل الشورتس اللي هتجيلك باخر جوده اتفرجت بيها على فيديو طويل، لان الشورتس ما فيهاش ميزه ان انت تقلل الجوده، فهتلاقي الفيديوهات كلها بتاعت الشورتس 1080. فالحل في الموضوع ده انك تفتح فيديو ليوتيوب، فيديو طويل، تخش تقلل الجوده فيه ل 360 وما تغيرهاش بعد كده، لان اي فيديو بعد كده هتفتحه هتلاقيه 360. وبعد كده ما تيجي تفتح شورتس كمان هتلاقي كمان اتظبطت على 360 بشكل تلقائي. زائد ان يوتيوب برضو من التطبيقات اللي بتوفر لك ميزه توفير البيانات في الاعدادات بتاعته، تقدر تخش زي ما قدامك الخطوات على الشاشه كده وتقفل الميزه او تشغلها على حسب ما انت عايز. طبعا شغلها ده في احسن الاحوال عشان توفر معاك باقه الانترنت بتاعت البيت وفي نفس الوقت باقه تليفونك بتاعت الموبايل. ونيجي بقى للوحش اللي بيسحب. هو بصراحه من جنب الحاجات التانية هو مش وحش كبير قوي، بس هو برضه من الوحوش اللي بتسحب نت عندك على تليفونك وانت مش حاسس فعليا، وهو المتجر بتاع جوجل بلاي. يا جماعه احنا عندنا بتاع 50 ولا 100 تطبيق بنستخدم منهم بس 5 10، كل التطبيقات الباقيه الموجوده على الجهاز حتى لو انت مش بتستخدمها فهي موجود ليها بياناتها ليها مساحتها. هتخش على الحساب وبعد كده اعدادات حسابك، وهتلاقي عندك ميزه تحميلات التلقائيه او حاجه اسمها تحديث التطبيقات تلقائيا، هتخش عليها وبعد كده هتلاقي عندك محدد لك مثلا واي فاي او بيانات الهاتف او انك ما تحملش. فاحسن حاجه انك تخليها ان هو ما يحملش اي حاجه سواء لا واي فاي ولا باقات تليفون غير التطبيقات اللي انت عايز تحدثها والتطبيقات اللي انت بتستخدمها واللي انت تخش بنفسك انك تحدثها او تحملها. ده يكون افضل ليك جدا ان باقتك وجهازك يكون بيستخدم في الحاجه اللي انت فعلا بتستخدمها، مش الباقه رايحه على حاجات انت مش بتستخدمها اصلا وجهازك مسحوب في حاجات
ملهاش لازمه. بس ولحد كده هكون عرفتك ازاي تقدر توفر باقه تليفونك او باقه البيت عندك. لازم تطبق الخطوات دي كلها على كل الاجهزه الموجوده عندك على الشبكه لو انت على باقه الراوتر بتاعت البيت، عشان تلاقي فعلا نتيجه قويه اخر الشهر. طبعا احنا عارفين كل اللي بيحصل في شركات الانترنت والمشاكل بتاعتنا اللي معاهم، واحنا بندعم طبعا حمله انترنت غير محدود في مصر، لكن بنحاول برضه نتعايش بالموجود لحد ما المشكله دي تتحل ان شاء الله. ففي نهايه الفيديو ما تنساش زي ما قلت لك انزل اشترك في القناه وتفعل الجرس. عندك اي مشكله تانية في نفس المجال حابب تتكلم عليها او تشاركها معانا في الكومنتات، هكون مبسوط جدا ان اقرا كومنتاتكم وارد عليها ان شاء الله واحد واحد. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.